كل إنسان قادمه ومستقبله وحاضره ليس أجمل من الماضي، هو ماشي غلط. يعرفها كده ولازم يحط وقفة ويعيد حساباته. لازم كل واحد ياخذها قاعدة بحياته. طبعا، لأن حتى ده احنا عندنا آية قرآنية: وللآخرة خير خير لك لك من من الأولى. الأولى. فآخرة الأمس هي اليوم، وآخرة اليوم هي غدا، وآخرة الشهر والشهر الجاي، وآخرة الحياة هي الحياة. فالآخرة عامة، كلمات القرآن خارجة عن الزمن فتنطبق على كل الحالات. فحتى اللي مش آخرته في الآخر حلوة ده مصيبة. فانت ربنا بيدينا مؤشرات صغيرة واحنا ماشيين في الحياة. يلا آخرة السنة دي 2024 حلوة ولا 2023؟ ما دي آخرة برضو. فكل شوية تبص اللي هي بنسميها حتى بالعامية بكرة أحلى. فاللي مش بكرة عنده أحلى والتطور ماشي صح، يبقى أنت عمال الكيرف بينزل. فلما يكون الكيرف بينزل زي ما قلنا من شوية فيه هبوط بقى، هقول يا ريتني كان زمان أحلى. دي حاجة. الحاجة التانية إن الإنسان وهو طفل ما كانش شايل مسؤوليات. فبابا اللي شايل المسؤوليات، او ماما، او المحيطين بيا، او المدرسين، او الكلام ده، فانا عمال العب وبس. فبتبقى المشاعر المخزنه في العقل اللاواعي هي ايه؟ روقان وهدوء. صح؟ طيب لو انا اتعلمت ازاي اخلي المسؤوليات، لان في بعض الناس كلمه مسؤوليه بتعمله ستريس اصلا، بتعمله ضغط. انا اعرف ناس مش عايز يتجوز عشان هبقى متجوز وعندي اسره وعندي عيال، هو الضغط لوحده اصلا هو بيحكي. فلا، لو انا اتعلمت ان المسؤولية بروقان تتعمل، فازاي ابقى رايق وانا بعمل كل الكلام ده؟ زي رجال الاعمال الكبار اللي عنده 40-50 شركة وهو مستمتع بمسؤولية. فانا لو عملت كده هقدر اخلي اللي جاي اعلى واعلى واكثر متعة من غير اي ضغوط، الا طبعا قليل زي ما قلنا في الاهتزاز اللي بيحصل في الحياة.